قول الحق ولو على رقبتك. ما تخافش من اي حد، ما تطيش لاي حد، ما تخافش غير من اللي خلقك، وما تطيش غير للي خلقك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب ابعد الوباء والبلاء عن أمتنا العربية والإسلامية وعن مصرنا الجميلة يا رب العالمين. يا رب اشفي كل مريض، وفك ضيقة كل متضايق، وفك كرب كل مكروب. هتتكلمي النهاردة عن ايه يا أم محمد؟ أنا هتكلم عن مواضيع عديدة على قد ما يتسع وقت الفيديو لتناول الموضوعات. بس قبل ما ادخل في اي مواضيع احب اننا ندعي لاخواتنا ان ربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم وينصرهم على القوم الظالمين. وربنا يشفيك يا مريم ويشفي كل مريض، وربنا يشفيك يا ام نواف ويشفي كل مريض يا حبيبة قلبي. وربنا ما يضر اي حد ابدا، لا في صحته ولا في حياته. كنت كتير جدا بيدخل لي تعليقات من عند متابعين إبليسة كتامي ويقولوا لي انت ظلمي وانت صفتك وانت نعتك والسكرينات صحيحة وما هيش غلط. يا ناس يلي مفيش في قلبكم ريحة الضمير ولا الإنسانية ولا الإحساس، انتوا عارفين ومتأكدين ان السكرينات غلط ومزورة. مش مشكلتنا بقى ان كانت هي حد استهبلها وما صدقت انها مسكت حاجه زي ديت وجت نشرتها زي الطمخ، ما احناش مشكلتنا. او ابنها يكون هو اللي زورها، برضو مش مشكلتنا. احنا مشكلتنا ازاي ان حاجه زي دي تتنشر سواء كانت صح او غلط. احنا كل مشكلتنا ان دي خاله يا معدمين يا معدومين الضمير والاحساس، ولا انتم علشان انتوا كده مع اهاليكم فمش مشكله. اما ابليس الكتامه تعمل كده عادي خالص، تمشوا الامور عاديه مفيش مشكله. الوقت احسن قنوات النقد اللي انتوا كنتم يعني من الناس اللي انتوا بتشيدوا بيه فاطمه دي، يعني انا بحب يعني نقدها جدا جدا، وبنت محترمه جدا جدا. انا كل يوم يعني بيجيلي بالدليل وبالبراهين ان الحمد لله انا ماشيه في الطريق الصح زي ما انا. مش رايي انا لوحدي، ده راي اعدائها محبينها قبل اعدائها. وعلى فكره في متابعين كتير محترمين عندها قالوا لا ما ينفعش ان هي تسب اعراض، ولا كان ينفع ان هي تنشر حاجه زي ديت خالص خالص. بس للاسف الشديد شيطانها متحكم فيه وغرورها متحكم فيه، وإنسانة عندها انفصام في الشخصية. وقلنا مرارا وتكرارا إن الست ديت مريضة نفسيا، مكانها مش بينا تماما، مكانها في مكان تاني خالص بعيد عن كل اللي حواليها، وحتى عن ولادها، علشان يرتاحوا ومخهم يرتاح شوية، لأن هي حرقة أعصابهم بالمشاكل اللي هي بتعملها. بس هي بتقول انا ما سبتش حد. الناس بيقولوا لها انت سبيتي بنت سيلفي، تقول لك انا ما سبتهاش. انت مجرد ان انت تذكريها وتتكلمي عنها في فيديو عندك، ووالدتها برضو تقولي حتى لو بالمتغطي سبب انفصالها عن جوزها ايه، انت كده سبتيها. بتقولي حق بنت سيلفي وحق خطيبة ابني اللي جه اساميهم هما ما كانش لهم في الدور. انت اللي اتكلمتي عن بنت سيلفك. هي بنت سيلفك حلمية اللي اتكلمت عنها؟ هي بنت سيلفك حد جاب سيرتها؟ انت اللي جبت سيرتها الاول. وانت بتقولي ان المحلاوي متأجر وان حلمية هي اللي مأجراه. اثبتي بالدليل والبرهان كده هو ان هي اللي سبق اللي مأجراه عليكي. واحنا شوفي هيكون موقفنا ايه. انما انتي السكنات دي بتقولي اثبات على ان هم اللي ماشيين وهم اللي بيتصلوا بيه. السكنات دي دليل على خيبتك وغبائك وعدم تركيزك، لانك انت لو عندك ربع سهم كده حتى في عقلك كده ذكاء،
ما كنتش تعملي في نفسك كده. انت قبل ما حبيتي تديني حلمية وبنتها، دينتي نفسك إدانة. لا يعني ما فيش أي حد كان ممكن من قنوات النقد إن هو يمسك عليك حاجة زي دي قد ما انت مسكتيها على نفسك وبنفسك. دي حاجة. حتى في البث اللي انت عاملاه امبارح بالليل يا جحد، برضو تطلعي طالعة وبتثبتي التهمة على البيت، رغم ان قنوات كبيرة قالت لك يلي ما عندكيش ولا بربع جنيه ذكاء ولا بربع جنيه شرف ولا قيمة، الحاجات دي كلها متزورة. فعيب عيب عيب، وركزي كده في اللي انت بتعمليه، لحسن انت هتضيعي الدنيا على الاخر. محدش جاب سيرة بنت سيلفك، انت اللي جبت سيرتي وانت اللي حكيتي حكاية ما هي الصح. بس مش مشكلتنا بقى ان القنوات عارفة الحكاية الصح وواجهوكي بيها، وانت حبيتي تطلعي ابنك من المشكلة اللي هو فيها، حطيتي ابو البنت في السجن. هي دي كل الحكاية، وكل اللي انت بتعمليه ده عشان تغطي على غسيل الاموال وعلى البلاوي التانية اللي بتتعمل. ندخل بقى على مين؟ على حسام داوود. ندخل بقى على مين يا ولاد؟ على أفيونة. أفيونة اللي واكل نفسه. وعلى فكرة يا أفيونة، ما تفرحش كده بالفلوس اللي الستات كلها بتدفعها لك كده. يعني ما شاء الله مديونيتك اندفعت من الستات. ست برضو اللي جابت لك مراتك علشان تعيش معاك في السعودية في اجازة، وعملتوا فضايح وكانت نازلة علشان تتطلق منك ورفعت عليك قضايا. ستات كتير اللي ماشيين لك حياتك. يعني انت يا حبيبي موكوس بلادك موكوس بلاد الناس، خايب بلادك خايب بلاد الناس. يعني ما انتش هتعرف تعمل حاجة. انت بتقول في المنتدى بتاعك في اللي انت عامله فيما معناه إن فيه ناس زعلانة من تعليق، من انت حاطط لايك على تعليق مكتوب فيه الغفيرة. انت انسان عديم الاخلاق، عديم الشرف، ما عندكش مبدأ، قليل الاصل، جايز كل حاجة، كل طباطيب العجب بصراحة يعني متجمعة فيك وفي بعض الاشخاص عندك في عيلتك للاسف الشديد، وانت رئيسهم. احنا لما تعاطفنا معاك احنا وقنوات النقد والمتابعين حلمية كلهم، كنا حاسين انك انت انسان محتاج لمساعدة. واللي خلانا تعاطفنا معاك اكتر مرضك وتعبك، وقلنا انسان في غربة ومريض، ووقفنا قدام الدنيا كلها والقنوات والمتابعين وقفنا جنبك. رغم ان انت يعني كان المفروض الواحد كان يشك فيك من كتر بساتك على مين؟ على ام الدواهي. اولا انت بتقول ان حلمية مطلعة واحد يسب في ابليس الكتامة اختك، ويسب عرضها، وان نرمين سبت عرض شريهان، فديت مش احسن من دي، وديت اختك. طيب يا عديم الاخلاق، انت بتقول ان حلمية مأجراه فيما معناه على اخته علشان ايه؟ يطلع يسب فيها او زقاه. يعني المهم ان هي ايه؟ واخداه في طرف علشان يطلع على ابليس كتامه يقول فيها اللي مش فيه. انت بتقول كده. طيب وانت يا افيونة يوم ما طلعت على موكوسة كتامه، موكوسة كتامة، يوم ما انت طلعت على موكوسة كتامة او ابليسة كتام، كان مين اللي دافع لك؟ كانت حلمية اللي دافعه لك يا ولا؟ يا ود انا كنت مكسوفه لك سلا. ده انت ما خليتش لامك ولا ام الدواهي ولا عبد المجيد، وامك كمان برضو دعت عليك، وعبد المجيد من حي ما هزقك وقال من ذنبنا انك فاشل وخمرجي وصفتك ونعتك، والعيلة كلها تهانت على ايدك. احنا كنا برضو احنا او القنوات اللي تبعها او حلمية هم اللي كانوا اشتروك برضو علشان تطلع وتتكلم. انت اللي انسان ما عندكش مبدأ، انت اللي انسان ما عندكش مبدأ ولا عندك بربع جنيه تربية ولا اخلاق. انت بتشوف مصلحتك فين بتجري وراه. لقيت مصلحتك مع متابعين حلمية اللي كانوا بيدعموك وبيسدوا في بلاويك وجابوا لك مراتك السعودية تعيش معاك. لقيت مصلحتك معاهم فانت كنت معاهم، والوقت يلاقي مصلحتك مع لطيف ومع ام ناصر، فانت خلاص بقى يعني لازما ايه؟
هتتجه على الاتجاه التاني، وعشان كده انت اتجهت للاتجاه التاني. بس اعرف ان انت يعني انسان بلا مبدأ، ومعروفة والناس كلها عارفة ان انت انسان بلا مبدأ. انا ذهلت لما انت بتعمل اللايك على التعليقات اللي بتهين في اختك وبنت اختك. ده دليل على ان انتوا ما عندكمش اصل، وان فعلا زي ما وصلني مبدأ فلوس التربية اللي انتوا متربيين بيها حرام. انا عارفة عنكم اللي ما تتخيلوش، انا عارفة عنكم يا افيونة اللي مش ممكن تتخيلوا. من اول الراس الكبيرة الاب للناس كلها اللي حواليكم الكبار، اللي انتوا عملتوا ايه مشاكل مع مين وايه اللي حصل، لغاية ديانة اجداد منار اللي متجوز ابليس الكتامي. كل ده عندي وعارفاه، ومع ذلك في حاجات كتير قوي انا ما انا مخبياها، وقلت ان حد طلع اتكلم انا زي اي حد، بس يبقى ظاهر قدامي. وقفلت بعد ما اتكلمت شويه فيديوهات زمان في المواضيع دي. فانت ما ينفعش ان انت تطلع يا افيونة وتقول حاجات زي دي. انت بقى يا افيونة لو انت كنت قبضت من حلمية لما انت كنت معاها، يبقى المحلاوي قبض من حلمية لما سب او اتكلم عن اختك. اولا هو بياخد حقه، لان هي اللي طلعت سبته في الاول، والقنوات اللي تبعها سبوه، فعلشان كده هو حاطط عليها. فمن حقه ياخد حقه باي طريقه هو عايزها، هو شايف ان ده حقه، وحقه فعلا الجزاء من جنس العمل. بس كلمتين بقولهم لك يا طارق، انا لا بجري ورا قطع صله رحم ولا كلام فاضي من ده، بس لما انسان فيني يتسب في شرفه وفي عرضه يبقى لازم ياخد اجراء قانوني. انت لما ما تاخدش اجراء قانوني يبقى عينك مكسورة. يبقى ليه تخلي عينك مكسورة وانت اساسا صاحب الحق؟ لازم يعني حتى قناة فاطمة من بيت فاطمة، القناة المحترمة اللي كل الناس بيحترموها في النقد، وأولهم أني وكل قنوات النقد على اليوتيوب بيحترموها، وقنوات المحتوى كمان، بتقول المفروض يتاخد الحق قانوني، ومفيش حاجة اسمها يعني فيما معناه سماح في حاجة زي دي. ده عرض وشرف وحاجات اتلفقت لاختك، فما ينفعش ان انتوا تسيبوا الموضوع عايم كده. ان كان جوزها هو اللي هياخد الاجراءات يبقى لازما يبلغ بسرعة. هي مش هاممها ورجعت طلعت عملت بس تاني يا طارق على ان الحاجات دي مظبوطة. يبقى الست ديت لازما تتحاسب حساب الملكين، علشان هي كده تبقى ست لا بتراعي ربنا ولا عندها ضمير ولا عندها احساس. وقال ايه يا ولاد ايميل ايميل هدى تقريبا او صباح وآية من كتامه بيقولوا ان هي اشرف من الشرف يا ولاد، وما شافوش حد في السوق بينضرب ولا حاجه. يا سلام يا سلام. تم اللي فبرك السكرينات يا ابليسة كتامه برضو يعمل برضو ايميلات فيك ويدخل يتكلم كده علشان ماء الوجه، بس يحفظ ماء وجهك. انما انت صورتكم في البلد معفنه بالعفانه اللي ما فيش بعدها عفانه. واللي شهد بالكلام ده مين؟ اخوك الكبير جوز النايمه. قال احنا اتفضحنا في البلد وريحتنا بقت زفت، وقالوا بيقولوا علينا ان احنا عائله المفاضيح، واحنا فعلا عائله المفاضيح. اخوكي اللي قال نفس الكلام ده. يبقى ازاي بقى بقدرة قادر في البثات العالمية، كل البثات العالمية اللي انت قلتها دي وعملتيه، ما فيش حد من كتامة دخل قال ان انت اشرف من الشرف الا الوقت بعد ما الدنيا كلها بتتف عليك وبتتف على وشك وبتقولك لعنة الله عليكي، لان انت يعني سببت اعراض درجة اولى. انت اللي سببت اعراض، انت اللي خليتي قنوات النقد اللي انت بتقوليها سببت اعراض او قنوات النقص تبقى بالنسبة لك ملاك بريء. انت حسبي الله ونعم الوكيل ولك من الله ما تستحقي. اوعي تفكري انك انت عشان مش عندك بنات يبقى ما فيش حاجة هتمسك. في يوم من الايام هيدخل عندك ستات ولادك والدنيا
كما تدين تدان، وربنا ما بيسيبش حق حد. يا محمد، انت مش عارف بكره ان انت ما تتجوز ممكن ربنا يرضيك ببنت، واللي انت عملته في التزوير السكرينات دي هيقعد لك وهيقعد لمراتك في عافيتك وهيقعد لبنتك لما يجي لك بنت ان شاء الله.